بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أنا اتكلمت عن الكابتن أحمد أبو الفتوح، واتكلمت عن عبد الله، وإحنا ما بنذبحش حد، دول في النهاية ولادنا. وياما عبد الله، يعني أنا مش هنسى الماتش السوبر، أعتقد كانت آخر ضربة جزاء أنت اللي شطها، مش كده؟ فعبد الله جاي هيقول للجمهور كلمتين هنسمعهم، بعدين انا ليا تعليق. تمام. اول حاجه انا طبعا بتاسف لسياده المستشار، وبتاسف لكل الاعضاء الموجودين، وبتاسف لجمهور نادي الزمالك. وانا اول ما اتبعت لي ان انا اجي بكره النهارده اعمل تحليل، انا جيت نادي الزمالك وجيت وعملت تحليل ومفيش اي مشكله. وانت طبعا اب لينا سعاده المستشار، وانت عارف الكلام ده، واحنا اولادك، وحضرتك اللي تقوله واللي هيتعمله هو اللي هيمشي علينا. بس انا بتاسف لحضرتك، وانا جيت النهارده عملت التحليل. لا عايز اسف الجميل، مش ليا. لا، ما انا هتاسف لحضرتك واتاسف للجمهور طبعا. انت يعني كده هبدا صفحه جديده ان شاء الله، واقعد يا ريس هتشوف حاجه تانية هو خالص. ده بقى الاحترام، ده اللاعب المحترم. بدايه اي اصلاح في الدنيا كلنا بنخطئ، انا بخطئ، امير، كابتن جمال، كابتن اسماعيل، احمد، كلنا. اول ما تعترف بالخطأ اعرف انك انت داخل في الطريق السليم، وانك فعلا هتصلح. انا شخصيا قبلت اعتذارك، وبتمنى من الجماهير العظيمه تقبل اعتذارك، وانا متاكد فعلا انك هتبدا صفحه جديده من هذه اللحظه. وانت ولد مخلص للنادي، وجالك كذا عرض الفتره اللي فاتت وكنت بتعتذر عنه. انت جيت تقريبا انت محمد الشامي في وقت واحد، مش كده؟ محمد الشامي ده بلدياتي من تميده. فانا شخصيا ومجلس الاداره احنا عندنا اجتماع، قبلنا اعتذارك، واتاكدت انا شخصيا انك انت هتمشي في الطريق السليم، لانك انت لاعب موهوب. تمام. يا جماهير الزمالك، احنا ما بنذبحش ولادنا، وفي سن الشباب كل الناس احيانا بتغلط، لكن ما دام الغلط مردود، وما دام بعترف بخطئي، وبتعهد ان انا هبدا صفحه جديده، وانا متاكد لانه ده سيناوي من السيناويه، دول رجاله يعني كلمتهم واحده. وانا عارف عيلته، عارف والده، وعارف اخواته، عارفهم كويس جدا. خلاص يا عبد الله، يا عبد الله بقى يلعب ما يلعبش ده تاني، يعني حتى لو ما كانش فيه خطا، ده شغل مستر فيريرا. خلاص يا عبد الله، ما عندناش اي مشكله. بالنسبه للكابتن اسماعيل يوسف، طبعا يعني كادر فني واداري محترم جدا جدا. هو مش جاي مكان اسامه نبيه، لان احنا من البدايه كنا عايزينه يبقى موجود، لكن هو اسامه، احنا جينا لقينا اسامه موجود. احنا بنشكر اسامه جدا جدا على الفتره اللي قضاها. شخصيه محترمه، شخصيه مؤدبه، عنده فنيات عاليه جدا. انما من الاول يمكن هو اشتغل مع مستر فيريرا، فامير ومستر فيريرا عايزينه يبقى معاه. فاحنا بنقول له مرحب بيك في الجهاز، ووشك حلو، مش كده؟ وان شاء الله باذن الله، بامر الله، ده ربنا اللي قال لو اجتمعت الامه انهم يضروك بشيء مش مكتوب لك مش هتنضر. هات لي مليون حكم، هات لي مرتشين، هات لي فاسدين، هات لي اعلام داعر، هات لي كل ده، لكن ربنا عارف انك بتبذل كل الجهد والاخلاص عشان تسعد الملايين، ربنا هيقف معانا ان شاء الله. انا بس مندهش من حاجه واحده يا استاذ امير، ان اي حد بيهرش في الملعب بيتعاقب. يعني انا بهرش اهو كده، قال لك ده هرش كده، يبقى شتم الصباحي. يا جماعه الصباحي هو ما عندوش دم، ليه بقى؟ لا، مقدم فيا شكوى. فاكر لما اتعزلت اول مره من اللجنه الاولمبيه، هو مقدم شكوى فيا. هو الوضع الطبيعي، ما دام انت شايف اتاخرت واشتكيتني رسمي في ورق رسمي، ما تجيش ناحيه نادي الزمالك على الاقل وانا موجود، لانك اشتكيتني شخصيا وانا رئيس النادي. تمام. جمهور الزمالك، احنا عندنا مشكله كبيره مع التحكيم، بس مش الزمالك بس بقى. هتلاقي اتحاد اسكندري، وهتلاقي سيراميكا. هو السيراميكا والاهلي، مش السيراميكا انظلم، هو انبي والاهلي، مش انبي انظلم. فانا عايز اقول ان المشكله بصفه عامه، لا، معظم الانديه ما عدا الاهلي عندهم مشكله مع الحكام، واحنا بصفه خاصه الانتقام. وانا بشكر اخويا
او اخواننا في رابطه الانديه ومنهم استاذ احمد دياب، ان في خناقه كبيره امبارح حصلت بين جمال علام اللي عامل نفسه غلبان والمجموعه اللي معاه وبين احمد دياب والرابطه. كانوا مصممين ان امين عمر بعد اللي عمله يحكم ماتش الاهلي وانبي، حاجه غير طبيعيه. فالناس قالوا لهم لا، ده انتوا بتستفزوا بقى ملايين من الجماهير. انا بقول للاعيبه الزمالك، عندنا مجلس اداره دلوقتي هنشوف هنعمل ايه، لانه امبارح كلهم بالتقريب قال لك لا احنا مش عايزين نكمل الدوري. هنسمع بقى رايهم بعد المساله ما هديت، لكن لن نسمح بهذا التحكيم الفاجر يستمر. ليه؟ لان اللي انا عرفته هو في حكم يا جماعه اللي اسمه امين عمر ده، بعد العقوبات ما لجنه رابطه الانديه توقعها، وهتشوف فيديو انا بقايل فيه اللي هم 1300 ولد تقريبا اللي حدفوا ازايز، ان تبين من تذكرتي ان ال 1300 دول عمرهم ما حضروا ماتش للزمالك، لان بيبقى عندهم الاسماء، وما حجزوش في ماتش الداخليه. يبقى دول حاجه، حتى انا قلت لهم لا مش ماتشين، اوقف، عشان احنا نادي محترم، ما عندناش حد بيسب جيش بلده ولا شرطه بلده ولا يتبول على العسكري واقف في الملعب ولا يشتم السعوديه ولا يشتم المغرب، ما عندناش الكلام ده. نادي محترم وجماهير محترمه، مع احترامنا لجماهير الاهلي، لكن عندهم فئه كده شغاله 24 ساعه سباب في سباب في سباب. مبروك يا كابتن اسماعيل. لا مبروك. وانا فاكر انا قعدت اقول لك اسماعيل الراجل عايزك اسماعيل، بعدين لانك انت راجل بتحترم تعاقداتك، كان ايام نادي زد ده تمام. فانا بشكرك جدا وبارك لك، وانت يا عبد الله عايزين نبدا صفحه جديده ان شاء الله. وانا اجمل حاجه لما البني ادم يبقى عنده شجاعه ادبيه ويعترف بالغلط ويعتذر، انت على طول تتاكد ان هذا البني ادم جواه نضيف، وانه هذا البني ادم اللي عنده شجاعه راجل بجد. واحد غيره يقول لك خلاص مشيني، يعني عرضني البيع زي ما انت قلت. انما انت معانا يا عبد الله ان شاء الله باذن الله. بقول لجماهير الزمالك اغضب من التحكيم، لكن اوعى تغضب من ولادك. ليه بقى؟ انا عندي ماتشين فاتوا ب6 نقط، 6 نقط. لو الضربتين الجزاء بتوع اسوان اتحسبوا يبقى انا طالع كسبان، مش كده؟ ادي 3. لو ضربتين الجزاء بتوع الداخليه اتحسبوا والجون اللي جاي تسلل حتى خليته الراجل اللي مش طايق الزمالك قال لك تسلل اللي هو الشناوي ده تمام، يبقى اذا انا برضو عندي 3 بونت ب6، فرق من الاهلي 5، يبقى انا كنت الاول برضو. احنا الموسم اللي فات كان فرق 7 تقريبا او 8 وحصلنا وعدينا. فعايز الجمهور اوعى تيأس وكمل، انت جمهور عظيم، خليك ورا فريقك. انا لما اديت عقوبات امبارح للفريق كله من الزعل، لان زعلكم هو زعل انا. اول ما النتائج تتحسن ونرجع تاني نعتلي القمه باذن الله، وانا قلت الكلام ده اليوم قبلها بيوم، انك انت عايز تاخد الدوري ما تبصش الاهلي هيتجامل. فانا بقول اهو اكسب ماتشينك مع الاهلي بامر الله ان شاء الله، ده ب6 بونت، هو فارق عنك 5، هتاخد الدوري ان شاء الله باذن الله بامرك انت يا رب. اوعى اللعيبه تيأس، اوعى الجمهور ييأس، خليك ورا فريقك. عبد الله يلا تروح تمريناتك بقى خلاص، والراجل بقى عايز ينزله من